رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ تعالوا بقى ندوق الفول الحلو ده. بجد يا جماعه طعم رهيب. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي هتنافس اكبر محلات الفول. لا، دي بكل اسرارها وتفاصيلها. الفوله دايبه جدا وممتازه حرفيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب. وطبعا مفيش غنى عن طبق الفول على السحور. النهارده هقولك على تكات وتركات محدش قالها لك قبل كده. متأكدة لو جربتوا الفول بنفس الخطوات والتكات اللي هقولكوا عليها هتطلعوا أنجح طبق فول جربتوه في حياتكم. أول حاجة، الفول بتاعي أنا نقعته عندي قبليها بليلة. يعني على الأقل الفول بتاعك يكون منقوع من 12 ساعة ل 24 ساعة. تمام كده. بستخدم الفولاية اللي هي بتكون البلدي اللي حبتها صغيرة وبتكون بيضة بالشكل ده. بنصحكم نصيحة عشان الناس اللي بتشتكي ان الفول لونه بيغير او بيسود، بلاش تستخدموا الفولايه الصغيره اللي لونها غامق، لان طبعا بتسود الفول جدا. استخدموا الفولايه البيضه البلدي اللي بيكون شكلها بالشكل ده. طبعا هي حجمها كبر شويه بعد النقع، لكن هي في الحقيقه بتكون اصغر. نيجي بقى لتاني تركه معايا، وهي الفولايه اللي شبه دي. الفولايه دي بتلاقيها في الفول بعد النقع. الفولايه دي مستحيل تستوي معاكي. يعني بعد النقع، تعالوا هوريكم. انا نقطت الفول ده، يعني نقيته كده من قلب الفول بعد ما نقعته. سامعين صوتها؟ بتخروش كده، يعني شفتوا اللي بتشخشخ كده؟ سامعين الصوت ده؟ الفوليه دي بتفضل ناشفه زي ما هي وقاسيه كده، مستحيل انها تستوي معاكي في الفول. علشان كده دي اول تركايه معايا. لازم تشوفي الفول بتاعك. بصوا معايا هنا كذا واحده برضو اهي، انا سبتهم علشان اوريهولكم. سامعين؟ ليها صوت. دي فولايه ناشفه، يعني هي اتنقعت 12 ساعه او 24 ساعه ولا زالت ناشفه زي ما هي، بالتالي عمرها ما هتستوي وهتفضل معاكي بنفس الشكل. تمام. يبقى دي اول تركه معانا. لازم نلف الفول بتاعنا كده ونشوف اي فولايه ناشفه نشيلها على طول، لان مش هتستوي معانا زي ما قلنا. يبقى قلنا اول تركايه معانا الفولايه لما بتكون معانا كويسه، لما بنضغط عليها كده، شايفين اللي هي ممكن تتكسر معانا. هي جامده بس تتكسر معانا، انما الفوله الناشفه دي عمرها ما هتتكسر معاكي، كانها اصلا ما اتحطتش في الميه. باكد عليكي، ودي اول معلومه في الفول النهارده. اول حاجه بقى، عندي نص كيلو من الفول زي ما قلت لكم، مغسول كويس جدا ومنقوع مش اقل من 12 ساعه ل 24 ساعه. تمام كده. هجيب بقى عندي الدماسه بتاعتي، سواء استخدمت الدماسه او الحله ان شاء الله هيطلع معاكي احسن فول. اول حاجه هحط طبعا الفول بتاعي كده بالشكل ده في الدماسه. حطوا لايك للفيديو لان بجد الفيديو يستاهل الدعم يا جماعه. ما تنسوش تحطوا لايك وتدعموا الفيديو بشير لاصحابكم اللي نفسهم يعملوا الفول ويطلع معاهم مظبوط جدا. حطينا الفول. اول اضافه عندي هضيفها على الفول وهي 4 معالق كبار من العدس. طبعا يا جماعه الحاجات اللي احنا هنضيفها دي كلها هتنضاف بعد ما نحط الفول الاول في الدماسه. يعني ما ينفعش انزل بالعدس الاول وبعديه الفول، العدس وقتها هيتحرق. تمام. هو وباقي المكونات. تاني مكون معايا هيكون 4 معالق من الفول المدشوش بالشكل ده، برضو بنزل بيهم بعد ما نزلت العدس بتاعي والفول. تمام كده. كمان بقى عشان اخد اللون الحلو هحط عندي جزرايه مبشوره. ممكن تحطيها صحيحه تقطعيها ترنشات وتحطيها، بس انا بفضل احطها مبشوره بالشكل ده، طبعا علشان ناخد لون حلو للفول بتاعنا. تاني تركه معايا وهي ليمونه. هجيب ليمونه صحيحه كده بالشكل ده، وبالنسبه للناس اللي خايفه انها تمرر، مستحيل تمرر منك. هبتدي ان انا اخرمها كده بالسكينه بالشكل ده، يا دوب بس بعمل كده فتحتين 3 في الليمونه وهضيفها زي ما هي. كمان تركايه مهمه جدا متهيألي ان اول مره حد يقول لكم عليها، ودي من سر من اسرار محلات الفول، وهي 3 فصوص من الثوم. بس انا عشان الثوم بتاعي صغير فحطيت 4 فصوص. تمام كده. هاجي برضو بالسكينه وابتدي ان انا اعمل شق كده في فص الثوم واحطه زي ما هو. وعايزه اقول لكم ان بيدي طعم مميز جدا للفول. جربوها ومتاكده ان انتوا هتعتمدوا الطريقه دي.
تاني حاجه بقى علشان ناخد لون حلو، هبتدي اضيف عندي معلقه من الكركم بالشكل ده، بس انا المعلقه دي صغيره، احنا عايزين معلقه كبيره من الكركم. وكمان هضيف معايا معلقه كبيره من البابريكا، يبقى ضفنا معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من البابريكا. ونيجي بقى لاهم تركايه معايا في الفول وهقول لكم عليها، ودي هتطلع معاكم الفول زبده حرفيا، حتى القشره بتاعته كمان هتكون دايبه، وهي نص معلقه من البيكنج باودر او بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج صودا. عايزه اقول لكم التركه دي هتخلي الفول يطلع معاكي دايب حرفيا، والقشره بتاعته كمان دايبه. نيجي بقى لاخر حاجه للناس اللي بتشتكي ان الفول بيغمق معاها لو كشفته مثلا وحطيته ميه، او بعد ما سويته الفول لونه غير. هقول لكم على تكايه تانية، وهي معلقتين كبار من الزيت على وش الدماسه بتاعتنا بالشكل ده، مستحيل الفول هيسود مني. تمام. اخر حاجه هضيفها وهي الميه المغليه، ومهم جدا يا جماعه نحط ميه مغليه على الفول، ما ينفعش نحط ميه عاديه خالص، لانها هتخلي الفول بتاعك يجرمز معاكي ويجلد تماما. بغمر الدماسه كده بالميه، وفي كل مره هنزود فيها الفول لازم نضيف ميه مغليه. باكد عليكي ما ينفعش خالص نضيف ميه عاديه من الحنفيه. يلا نرفع الفول. بضيف الفول عندي اول 10 دقايق على نار عاليه لحد لما يغلي معايا، وهبتدي انزل بالنار وهسيبها على درجه حراره هاديه جدا، كانك مولعه على رز بيستوي. تمام كده. ملحوظه مهمه، بعد ما ضفنا كل الاضافات على الفول ممنوع تماما ان انت تقلبي الفول، هتسيبيه زي ما هو كده وهنغطيه ونسيبه لحد لما يغلي معانا. بعد كده هنهدي النار وننزل بدرجه الحراره بتاعتنا. زي ما احنا شايفين الفول ابتدى يغلي معانا بالشكل ده، هنبتدي نهدي النار خالص. بس كده، ده اللي انا عايزاه بالظبط. تعالوا نشوف شكل الفول بتاعنا بعد ساعة. اللهم بارك اللهم بارك، الريحة جبارة يا جماعة. بصوا بقى الفول، شايفين الفولايه استوت ازاي؟ عايزه اقول لكم الفول دايب حرفيا. بصوا بصوا يعني حبايه الفول عامله ازاي، شايفين؟ يعني انا مش عارفه وضحت في الصوره ولا ايه، حرفيا دايبه. ده بعد ساعه، يعني انتوا متخيلين القمر ده؟ اللهم بارك بعد ساعه. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ ده بعد ساعه بس يا جماعه. هسيبه برضو كمان شويه، يعني انا حابه يكون دايب اكتر من كده، فهسيبه كمان نص ساعه. تعالوا بقى نشوف شكل وجمال الفول بتاعنا. اللهم بارك، ده شكله. بصوا بقى، هنشيل بقى الليمونه دي خلاص. بصوا بقى الجمال والحلاوه، بصوا اللون، مش عارفه اللون واضح كويس ولا ايه. تعالوا بقى نفضي الفول ونشوف الجمال والحلاوه دي شكلها عامل ازاي. شوفوا لي بقى الجمال ده، اللهم بارك، شكله وجماله وحلاوته. بصوا اللون بقى، حاجه كده تحفه جدا يا جماعه، بجد مفيش احلى ولا اجمل من كده. هنا حابه اوريكم ان الفولايه مستويه ازاي. بصوا بصوا الحلاوه دي، بصوا القمر، شايفين؟ دايبه دوب يا جماعه، حتى القشره، يعني مفيش احلى ولا اجمل من كده. بصوا عملت ازاي. ايه رايكم بقى؟ عايزه اقول لكم هتنبهروا بجد من النتيجه، لازم تجربوه. بصوا بصوا الحلاوه، بصوا، يعني انتوا يا دوب هتعملوا الفول كده بالشوكه، مش محتاجين لا هراسه ولا اي حاجه خالص. بالشوكه كده هتكون الفولايه دايبه معاكم جدا، وفي اقل من وقت المعتاد اللي انتوا كنتوا متعودين عليه، يعني ساعه او ساعه ونص بالكتير هيكون الفول بتاعك جاهز. الفولايه كانت بعد ساعه استوت تماما، بس انا بحب الفولايه تكون كده، يعني طبق الفول يكون دايب بالشكل ده. تمام. بصوا بقى الجمال والحلاوه، عايزه اقول لكم بجد الريحه رهيبه وتحفه جدا.
تعالوا نحضر بقى دقه بسيطه كده للفول بتاعنا. بضيف عندي معلقه من الثوم المفروم مع ملح كده، بكون دايما مجهزاها عندي في برطمان كده. ثوم مفروم مع فلفله او دبس فلفله اللي هي الفلفل الحار يعني، وملح بس كده، مش اكتر من كده يعني. فلفل سبايسي وثوم مفروم وملح. باخد منها معلقه صغيره كده، وكمان هضيف معاها معلقه صغيره من الكزبره الجافه، ومعلقه من الكمون، وعصير نص ليمونه، وطبعا الطحينه. والطحينه طبعا اساسي. ممكن تعملي كميه من الدقه دي وتحطيها في ازازه كده زي الازايز بتاعه الفول اللي بيبقوا موجودين على عربيات الفول، وتضيفي معاها معلقتين ميه وتاخدي منها وتحطي على الفول. بس كده ضفت عليها معلقتين ميه، وطبعا هي فيها ملح. لو حابين تضيفوا ملح تاني براحتكم، لو حابين تضيفوا برضو شطه تانية عادي جدا، بس عشان الدقه بتاعتي اللي انا بعملها بيكون فيها ملح وتوم. وهحط بقى على طبق الفول كده شويه حلوين بالشكل ده. اخر بقى اضافه هضيفها معايا وهي معلقه كده من الطحينه بالشكل ده. ودي الطحينه اللي احنا جهزناها مع بعض قبل كده، تمام. لكن الفول ده اللي انا هحفظه في الفريزر عندي واطلعه على قد المره كده يا دوب، بس عادي بحط عليه معلقتين طحينه كده بالشكل ده، بيدوني شكل حلو جدا، وكمان بيعلوا التست والطعم. اهضيف بقى شريحه ليمون كده بالشكل ده. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ تعالوا بقى ندوق الفول الحلو ده. بجد يا جماعه طعم رهيب. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي هتنافس اكبر محلات الفول. لا دي بكل اسرارها وتفاصيلها. الفوله دايبه جدا وممتازه حرفيا. مستنيه تجربوها وتقولي لي رايكم. ويا ريت ما تنسوش تدعموا الفيديو ده بلايك، لان متاكده برضو ان ناس كتير هتاخد الوصفه وتطبقها وتقول ان هي من اختراعاتها او هي اللي عملتها. لا يا جماعه، يا ريت لايك وشير للفيديو، وابعتوا الفيديو ده لكل قرايبكم اللي دايما بيعملوا الفول ومش بيظبط معاهم. بعد التكات اللي قلناها في الفيديو ده، عمر الفول لونه ما هيغير معاكي حتى لو انت كشفتيه وسبتيه بالشكل ده. ساعة واحدة ان شاء الله يكون الفول بتاعك جاهز على السحور. وكل سنة وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.